وأتقن عمله، وطبعا منتشرة في شوارع القاهرة وفي أحياء القاهرة القديمة بالذات، الحسين والحاجات ديت. ده طبعا ملقاش مضرب عشان يضرب بيه، فركبه في الصاروخ. ركب المضرب في الصاروخ وبيشغله في الشنيور وبيشغله أسهل ما يجيب مضرب البيض. ده بصراحة دماغ شغالة. ده طبعا أنا مش عارف هو بيعمل إيه بصراحة. يعني أنا شايف واحد، ده إيه ده مش في مصر ده واحد بشغال في المحارة وحاطط خرطوم وحاطط ازاز جنبه زيت خمرة. ده ملقاش خرطوم عشان يملى الغسالة بتاعته، فحط البراد زي ما انتم شايفين على الحنفية. ده اختراع بجد، ده نقول عليه اختراع. وده شغل مغتربين، ده حد شغال في السعودية ولا شغال هنا فحب يشغل دماغه. دي طبعا قاعدة بلدي، بس واحد ده شغال شكله عامل يعني. قال لك نخليها قعدة عادية، وقام رايح مركب قمع وحاطط قاعدة فوق وخشبة. ده طبعا الصورة دي الغريبة جدا، يعني في أحد الشوارع واحد مركب طبق دش في نص الشارع. دي بصراحة صورة غريبة، ما حدش فاهمها. يعني ازاي انت طبق الدش مركبه في نص الشارع كده؟